تخيل ترجع بالزمن 10 سنين بس وتفتح جدول البريمير ليج، هتلاقي اسماء مدربين زي يورجن كلوب، بيب جوارديولا، مورينيو وفينجر وغيرهم، وهتلاقي اسماء لاعبين زي اجويرو وهازارد وهاري كين ودي بروين وصلاح وغيرهم. كل اسم من دول كان له تأثير، وكل واحد فيهم كان جزء من شخصية الدوري. لكن النهارده يورجن كلوب مشي، بيب جوارديولا مشي، وفينجر ومورينيو بقوا من الماضي، وجيل كامل من اللاعبين اللي كنا بنربط اسمائهم بالبريمير ليج اختفى او قرب يختفي. والغريب ان الدوري نفسه لسه مليان نجوم، ولسه واحد من اقوى الدوريات في العالم. لكن لما تبص عليه النهارده هتحس ان في حاجه اتغيرت. المدربين بقوا اقرب لبعض، الفرق بدات تلعب بافكار متشابهه، والجيل اللي كان بيصنع اساطير البريمير ليج انتهى تقريبا. فهل احنا بنشوف مجرد تغيير طبيعي في الاجيال، ولا فعلا انتهى عصر الاساطير للبريمير ليج؟ لو عايزين نعرف ايه اللي اتغير فعلا في البريمير ليج، فيمكن اول حاجه لازم نبص عليها هي الاساطير اللي مشيت. لان اخر 10 سنين تقريبا كانوا عصر ذهبي للمدربين واللاعبين مع بعض. بيب جوارديولا دخل الدوري الانجليزي وبنى واحده من اعظم الفرق اللي شافها البريمير ليج. كلوب وصل لليفربول وحول الفريق من مجرد منافس لفريق يقدر ينافس على كل حاجه. ومورينيو وفينجر وكونتي جه حقق الدوري مع تشيلسي، وبوتشينو صنع توتنهام مختلف تماما. والمميز ان الموضوع ما كانش بس بين المدربين، حتى اللاعبين كان بينهم تنافس خلى الدوري اكثر اثاره. كان عندك هاري كين واجويرو بيتنافسوا على لقب الهداف، وبعدين ظهر صلاح وماني وميانج وسون ودخلوا المنافسه وبداوا يكسروا ارقام، كل واحد يصنع لنفسه مكان وسط اعظم هدافي الدوري. وفي ليفربول نفسه كان عندك صلاح وماني وفيرمينيو بيشكلوا واحد من اقوى خطوط الهجوم في الدوري. وفي مانشستر سيتي دي بروين كان بيصنع فرص واهداف بشكل يخليه دايما موجود في افضل لاعبين البريمير ليج. فانت ما كنتش بتتفرج على دوري فيه نجم واحد مسيطر على كل حاجه، كان عندك اسماء كبيره بتنافس مع بعض، وكل موسم ممكن يطلع لك صراع جديد، وكل صراع من دول كان بيضيف فصل جديد في تاريخ البريمير ليج. لكن النهارده مع رحيل يورجن كلوب ورحيل بيب ومع رحيل صلاح واختفاء معظم الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده في بدايه الحقبه دي، احنا مش بس فقدنا مدربين كبار ولا لاعبين كبار، احنا فقدنا جزء من شخصيه وتنافسيه الدوري نفسه. لان لما كنت بتشوف مباراه من 10 سنين مثلا كان ممكن تعرف الفريق بيلعب ازاي من اسم المدرب بس، ولو شفت ترتيب الهدافين هتلاقي اسماء قادره فعلا تنافس على الرقم من موسم للتاني، ولو شفت مباراه كبيره كان فيها لاعبين عندهم تاريخ وشخصيه تخليك مستني المواجهه نفسها. لكن النهارده عندك جيل جديد من المدربين واللاعبين، جيل لسه بيحاول يثبت نفسه ولسه مفيش نفس التراكم التاريخي عنده. ده مش معناه انهم اقل، هالاند مثلا ارقامه استثنائيه، وعندك ساكا وبالمر وغيرهم عندهم امكانيات انهم يبقوا اساطير. لكن هل هيبقوا اساطير؟ لان الاسطوره مش بتتعمل في موسم او اتنين، الاسطوره محتاجه سنين، بطولات ومنافسه وارقام واستمراريه ولحظات كبيره تفضل عايشه في ذاكره الدوري. وده بالظبط اللي بيخلينا نسال السؤال، هل احنا قدام بدايه جيل جديد من الاساطير، ولا ببساطه عصر الاساطير في البريمير ليج انتهى؟ لكن اختفاء الأساطير مش هو التغيير الوحيد اللي حصل في البريمير ليج، لأن خلال نفس ال10 سنين حصل تغيير أكبر في طريقة لعب الدوري نفسه. يعني الدوري نفسه من 10 سنين فاتوا كان ليه طابع مختلف تماما، قوة بدنية وسرعة، لعب مباشر وسرعات على كل متر في الملعب. لأن خلال نفس ال10 سنين دول حصل تغيير أكبر في طريقة لعب الدوري نفسه. المدارس الكروية بدأت تقرب من بعض، فخليني أخدك ونرجع سنين ورا ونشوف توتنهام مع موريسيو بوتشينو كان نموذج مختلف، ضغط عالي وسرعة ومجهود بدني كبير. بعدين جه يورجن كلوب ليفربول، وكلوب بدأ يبني فريق على الجيني بريسنج والضغط الشرس المباشر بعد فقدان الكرة وتحويل استرجاع الكرة إلى فرصة هجومية. وبعدها بسنة تقريبا وصل بيب جوارديولا لمانشستر سيتي في 2016، وهنا بدأ فصل جديد. بيب ما اعتمدش بس على الاستحواذ، هو كان بيغير شكل الملعب نفسه، تمركز اللاعبين، بوزيشن بلاي، وخروج الكرة من الخلف، والسيطرة على المساحات. ومع الوقت الأفكار دي بدأت تنتشر خارج مانشستر سيتي وليفربول، ومدربين كتير بدأوا يتبنوا أجزاء منها. حتى الفرق اللي مش بتلعب بنفس طريقة بيب أو كلوب بقت مطالبة إنها تعرف تضغط وتخرج بالكرة من الخلف وتحافظ على شكلها أثناء الاستحواذ. وسنة في سنة تأثير بيب طغى على الدوري كله، بقت كل الفرق محتاجة حارس بيعرف يلعب برجله، ومدافعين مرتاحين تحت الضغط، وأظهرة تقدر تدخل للعمق. وبقى ده شيء طبيعي جدا في الفرق الكبيرة. وفي نفس الوقت ليفربول مع كلوب طور شكل مختلف للضغط والبناء، وكان ترينت أرنولد مثال واضح على تطور دور الظهير وصناعة اللعب من مناطق عميقة. وهنا حصل شيء مهم، الأفكار اللي كانت بتميز فرق معينة بدأت تتحول إلى أفكار أساسية في كرة القدم الحديثة. وده مش معناه إن الفرق كلها بقت بتلعب بنفس الطريقة، لكن الفرق بينها بقى أقل وضوح
صلاح من زمان كنت ممكن تشوف مورينيو ضد فينجر وتحس انك بتتفرج على مدرستين مختلفتين تماما، وبعدها تشوف كلوب ضد بيب، كل واحد عنده فلسفة مختلفة رغم الاتنين ناجحين جدا. اما النهارده معظم المدربين الكبار بيبدأوا من مجموعة مبادئ مشتركة: ضغط، استحواذ، وبناء من الخلف، تنظيم المساحات، والاختلاف الوحيد اصبح في طريقة تنفيذ المبادئ دي. وده في حد ذاته شيء مش سلبي، بالعكس ده دليل ان مستوى الدوري ارتفع وان الافكار التكتيكية اتطورت. لكن هنا بيظهر السؤال: هل التطور التكتيكي خلى البريمير ليج افضل؟ لكنه في نفس الوقت أخذ منه جزء من التنوع اللي كان بيميزه، لأن لما مدرسة معينة تنجح طبيعي باقي الفرق تحاول تتعلم منها. ومع مرور السنين اللي كان في 2016 فكرة جديدة ومميزة، بقى في 2026 جزء طبيعي من اللعبة. وده يودينا للنقطة الأهم: لو كل الفرق بدأت تتعلم من بعضها فإيه اللي حصل بالظبط لشخصية الدوري؟ بس هنا لازم نقف لحظة، لأن ممكن حد يسألني ويقول لي: طب ما ده اسمه تطور، إيه المشكلة إن كل الفرق بقت أحسن تكتيكيا؟ والحقيقة هو فعلا تطور. البريمير ليج النهاردة أسرع، والضغط بقى أكتر تنظيم، والفرق بقت تعرف تخرج بالكورة تحت الضغط، واللاعب بقى مطلوب منه يفهم أكتر من مركز ودور في نفس المباراة. حتى حارس المرمى نفسه دوره اتغير، زمان كان المطلوب منه شكل أساسي إنه يمنع الكورة من دخول مرماه، دلوقتي حارس زي إيدرسون كان جزء أساسي من طريقة لعب مانشستر سيتي، يبدأ الهجمة، يكسر ضغط الخصم، ويخلق زيادة عددية من الخلف. والمدافع كمان ما بقاش مجرد مدافع، جون ستونز مثلا مع بيب بدأ يظهر في أدوار هجومية ويدخل إلى خط الوسط أثناء الاستحواذ. يعني باختصار مستوى اللاعب نفسه اتطور. لكن المشكلة مش هنا، المشكلة في السؤال اللي جاي: هل كل ما اللعبة اتطورت المتعة بتزيد؟ لأن كرة القدم في النهاية مش مجرد نظام مثالي على الورق، أحيانا جمالها بيكون في عشوائيتها، وده كان واضح جدا في البريمير ليج القديم. كنت ممكن تشوف فريق بيلعب استحواذ قصير وصبور قدام فريق تاني مستني وراه وبيعتمد على التحولات، وفريق تالت بيلعب الكرات المباشرة، وفريق رابع بيعتمد على العرضيات والكرات الثابتة. وكأن اختلاف الأساليب نفسه كان بيخلق صراعات ممتعة. لكن مع انتشار أفكار الضغط والبناء من الخلف والسيطرة على المساحات، الاختلاف بدأ يقل، مش اختفى لكن قل. وبقى عندك فرق كتير بتبدأ المباراة وهي عايزة تعمل حاجات متشابهة، وده شيء ممتاز من ناحية كرة القدم الحديثة. لكن أنا بتكلم من وجهة نظري كمشاهد، ممكن يخليك تحس إن شخصية الفرق ما بقتش بنفس الوضوح، وده يمكن يفسر ليه لما نشوف بريمير ليج من 10 سنين بنحس إنه أحسن وإنه أفضل، وكل فريق زمان كان له شكل وكل مدرب كان له بصمة. أما النهاردة فإحنا قدام جيل جديد من المدربين بيتعلم من نفس المدرسة التكتيكية العامة. يعني عندك ماريسكا وعندك ديزيربي وعندك أرتيتا وغيرهم، كلهم من نفس المدرسة التكتيكية. ونكمل في موضوعنا، وخليني أخدك على آخر علامة بتأكد إننا فعلا بنودع حقبة كاملة، وهي الأرقام والسجلات نفسها. مش لأن الأرقام قلت، لأ، لأن الأسماء اللي كنا متعودين نشوفها جنب الأرقام دي رحلت. يعني بص على قوائم البريمير ليج، أكتر الهدافين مثلا من الجيل اللي فات هاري كين وروني وأجويرو وصلاح، والأكتر صناعة مثلا جيجز وفابريجاز ودي بروين. والأرقام الخاصة بالمباريات والمواسم الافتتاحية هتلاقي فيها صلاح، هتلاقي نفس القصة. أسماء كانت موجودة في ال10 سنين اللي فاتت، والنهاردة جزء من الأسماء دي ما كانش كله مش موجود أصلا في الدوري. وطبعا ده شيء طبيعي، كرة القدم أجيال، جيل بيخلص وجيل جديد بيبدأ. لكن لما تجمع كل الأسماء دي مع بعض وتبص على الدوري النهاردة بتكتشف فعلا إنك بتبص على بريمير ليج مختلف. والأهم إن بعض الأساطير ما اكتفوش إنهم يصيبوا أرقامهم، هم غيروا شكل اللعبة نفسها. وأفضل مثال هنا ممكن يكون محمد صلاح. قبل صلاح كان الجناح الهداف موجود طبعا، ومش هننسى كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. لكن صلاح لما وصل لليفربول في 2017 وبدأ يسجل بالمعدل ده من الجناح، الموضوع بقى مختلف تماما. في أول موسم كامل سجل 32 هدف وفاز بالحذاء الذهبي. ومن وقتها فكرة إن الجناح ممكن يكون هو المهاجم الأول والأخطر في الفريق بقى شيء طبيعي جدا في البريمير ليج. وصلاح نفسه استمر لسنين ينافس على الهدافين ويجمع بين التسجيل والصناعة، لدرجة إنك تقدر تقول إن تأثيره مش بس في أرقامه لكن في الصورة اللي اتكونت عن مركز الجناح نفسه. وده بالظبط اللي بيخلينا نفهم الفرق بين النجم والأسطورة، الأسطورة اللي بتخلي الناس اللي تيجي بعدها تلعب بنفس طريقتها. وصلاح عمل ده، وبيب عمل ده، وكلوب عمل ده، وغيرهم من الأسماء اللي كنا بنتكلم عنها. وعشان كده لما الأسماء دي تبدأ تختفي من الدوري، مش بس بنفقد لاعبين ومدربين كبار، احنا بنفقد أثار حقبة كاملة. ده يمكن يكون شيء حتمي لأن مفيش جيل بيعيش للأبد. لكن السؤال الحقيقي: هل الجيل الجديد قادر يعمل نفس اللي عمله الجيل اللي قبله؟ هل هيظهر لاعب يغير شكل مركزه، أو مدرب يغير طريقة لعب الدوري بالكامل، أو منافسة جديدة تبقى جزء
جزء من تاريخ البريمير ليج، لان لو ده ما حصلش ممكن نكون فعلا دخلنا عصر فيه نجوم كتير لكن لسه مستنيين الاساطير. وهنا لازم نكون منصفين، لان لو قلنا ان البريمير ليج النهارده ما فيهوش لاعبين كبار يبقى احنا بنظلم الجيل الحالي، لان عندك هالاند وساكا وبالمر وعندك لاعبين كتير تانيين ممكن جدا بعد كام سنه يبقوا من اهم الاسماء في تاريخ البطوله. هالاند مثلا دخل البريمير ليج في 2022 وفي اول موسم ليج كسر رقم قياسي وسجل 36 هدف في الدوري، يعني من ناحيه الارقام هو بالفعل بدأ يكتب اسمه، لكن لسه ما بقاش اسطوره. فالجيل الحالي لسه في بدايه الطريق، وده مش عيب، بالعكس يمكن احنا ببساطه بنشوف الاساطير الجديده وهي بتبدأ من الصفر، لكن المشكله اننا لسه مش عارفين مين هيكمل الطريق. وهنا بقى البريمير ليج واقف في مرحله انتقاليه غريبه. الجيل القديم رحل، والمدربين اللي صنعوا آخر 10 سنين رحلوا، واللاعبين اللي كانوا في قمة قوائم الأرقام رحلوا، والأفكار اللي كانت جديدة مختلفة بقت جزء طبيعي من كرة القدم. وفي المقابل الجيل الجديد موجود والنجوم موجودين، لكن التاريخ لسه ما ادهمش الحكم النهائي. وهنا نقدر نفهم ليه آخر 10 سنين مش مجرد تغير في أسماء، دي كانت نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة. وفي النهاية يمكن هالاند وساكا وبالمر وغيرهم يكونوا أساطير المستقبل، ويمكن يظهر مدرب جديد يغير شكل الدوري زي ما بيب وكلوب عملوا، لكن لحد ما كل ده يحصل هيفضل السؤال: هل احنا فعلا دخلنا عصر جديد من البريمير ليج، ولا دي كانت ببساطة نهاية عصر البريمير ليج اللي حبيناه؟ وبس كده، لو وصلت لهنا فأحب أشكرك وبس، سلام.